قلتوش لينا على بركان والوداد. هضرنا على بركان والوداد. الله يعاود. واش غدا الماتش ملعوب مع 8؟ لا، قلبنا ولينا 5 7 9. دابا رمضان ان شاء الله تقلبات الامور. غدا الماتش مع 9 ان شاء الله ديال الليل. ماتش مهم جدا، الاول والثاني. فريق النهضه البركانيه اللي موسم استثنائي، فريق اللي كيف قلنا بالكره يستحق ندار مقابلات كبيره. ربح كاع الفرق اللي لاعبين معاه على البطوله، ربحهم بالكره. ضرب الرجاء الي روتور، ضرب الجيش، كان يربحها في لالي وربحها في الروتور ب2-0، كان يعطيها اكثر. ربح الزمامره الي روتور. الفريق الوحيد اللي خسر معاه هو الفتح، واللي ربحوا في الروتور. كاع الفراقي اللي لاعبين معاه ربح الوداد في كازا ب10 ديال اللعابه. غدا غنتظروا مقابله كبيره، لان بركان العادي هو تكونفيرمي المستوى الكبير ديالها. وغدا غنتظروا الوداد، الوجه الحقيقي ديال الفريق الوداد البيضاوي. ان الوداد الا بغاو يتصالحوا مع الجمهور ديالهم من بعد ما ضيعوا 2 نقاط مع مكناس، كنظن بان غدا الوداد خاصها تربح. خاص الوداد تربح باش تبقى في الرتبه الثانيه، لان فريق الزمامره وفريق الجيش الملكي جايين، ومن موراهم حتى الفتح حتى هي جايه. الوغ الوداد غدا ما عندهاش خيار اخر من غير انها تربح. الوداد عندها الامكانيات باش تربح، داروا فرقه مزيانه واسلوب اللي ولاو كيلعبوا مزيان. يحيد غير شويه ديال العلم باشرف، غير يحيد العلم ولا يخلي الكره تمشي. غدا نقدروا نتفرجوا في مقابله كبيره. والقوه ديال البركان هي في هذه الماتشات. فريق النهضه البركاني القوه ديالو كتبان مع الفروق الكبيره، الفروق الجماهيريه. غدا يمكن ننتظروا مقابله نتمنوها تكون مقابله كبيره، مقابله الموسم، لان لا غدا ربحات بركان سدات. مادام الى اللقاء، الله يعاون الله يعاون. هي دات البطوله، دات مي تدي البطوله وانت رابح. الوداد ماشي عاوتاني كنظن بانه غادي يديوها اولا ما تربح كاع هذوك اللي لعبتي معاهم الي روتور. وقلت لك قبيله بان الوداد بركان ما غيلعبوش، يعني زعما كاين شي ضغط ولا غيلعبوا باش يكونفيرميو المستوى ديالهم وباش يحافظوا على هاد يعني الارقام اللي كيحققوا 17 انتصار، ممكن غدا يكون 18. الوداد هما اللي خصهم يحافظوا على المركز ديالهم، لان معاهم نهضه الزمامره حتى هي ب40 نقطه، وموراهم الجيش الملكي 38. جوج ديال الفراقي. فارق النقاط ماشي كبير، وبالتالي تربح مثلا تنهزم الوداد تربح الزمامره، غيولي فارق نهضه الزمامره فايت الوداد 3 ديال النقاط، وبالتالي غيولي يقلب الوداد على انه يرجع للمركز الثاني ويتسنى الزمامره دير نتيجه، او لا الا كانت النتيجه ماشي هي ديك الفريقين بجوج يقدر الجيش الملكي يدير يعني 41، وبالتالي غيوليو الانديه بجوج هي كتقلب. فهاد الصراع هذا هو اللي كيخلي ان الوداد غتلعب تحت الضغط. علاش؟ لان الوداد باغا ترجع لعصبه الابطال. انا بالنسبه لي نهضه الزمامره هذا العمل كله اللي دار عمل كبير ديال الفريق ديال امين بن هاشم، ولكن حتى ولو انهم ما يحتلوش المركز الثاني فهم على الاقل هذا الشيء كامل اللي داروا، فهو بالنسبه لنهضه الزمامره انجاز كبير على العمل اللي دار وعلى يعني النتائج اللي تحققت، باش ان نهضه الزمامره تكون هي والوداد في الصراع على المركز الثاني، هي والوداد في الصراع على دوري عصبة الابطال. حتى واحد ما كان كيتسنانا نهضه الزمامره تكون هنا، ولكن كنظن العمل ديال امين بن هاشم راه كيهضر عليه يعني والنتائج اللي كتحقق، والجيش الملكي من موراهم. بالتالي هذا الفارق ديال النقاط ولا هذا الصراع على المركز الثاني كيفرض على الوداد بان المباريات الجايه كاملين خصو يحقق فيها نتائج ايجابيه، باش لان الوداد واحد الوقيته كان بعيد، وحتى واحد ما كان كيقول بان الوداد غدير هذيك السلسله ديال الانتصارات متتاليه وغتقدر ترجع يعني بشكل سريع للمركز الثاني، ولا غتكون مع الانديه ديال الصدر. بالتالي مني خدات هذيك السلسله ديال الانتصارات جا هذاك التعادل اللي هرس شويه فريق الوداد الرياضي، لان كان منتصر كان غادي يكون يعني بعيد على الاقل بجوج نقاط على نهضه الزمامره. فكنظن بان المباراه غتكون كبيره، الجوده ديال اللاعبين، المركز اللي فيه الانديه بجوج. الوداد انهزم في الذهاب، بالتالي غيحاول يقلب انه ما ينهزمش في الاياب. نهضه بركان باغي كونفيرمي، باغي يبقى غادي في
في هذه السلسله ديال الانتصارات. فاللي كنتمنى مع هاد جوج الانديه اللي كاينين ان التحكيم يكون حتى هو في المستوى، وما تكونش شي قرارات اللي تقدر يعني تاثر على بالرضا اللي بيان حكم مزيان. انا كنتمنى غير هو التحكيم القرارات ديالهم تكون في المستوى باش تعطينا مباراه كلها في الاجمال ديالها تكون مباراه كبيره. واخ داكور، غير نكونفيرمي كيف قال حنا كنهضروا مع خويا سعيد. السي موجه يلا صيفط ليا اللي كاين في الماتش في الفار هو باسلام. هذاك الشيء اللي قلنا، باسلام هو اللي كاين في هذه المقابله، وشرحابيل كاين غدا في الماتش ديال الوداد.